ناس كتير بتشتكي من مشاكل ربط الاندرويد اوتو وايرلس مع شاشات الاندرويد. طيب المشكله دي ليها شقين. اول حاجه ان موبايلات الاندرويد كلها بتربط مع الشاشات على 2.4 جيجا هرتز كفريكونسي. تاني جزء مشكله في الاندرويد اوتو اللي على الموبايل نفسه، والكلام دوت باعتراف اغلب الشركات اللي شغاله في موبايلات الاندرويد زي السامسونج والشاومي. المشكله هنا ان احنا بنحتاج علشان نفعل الاندرويد اوتو بطريقه صحيحه، بنحتاج ان احنا نخش على السيتنجز والاندرويد اوتو، السيتنجز بتاعت الاندرويد اوتو، وبنحتاج نخش على حاجه اسمها الديفلوبر مود. ومن جوه الديفلوبر مود بنخش بعد كده بنعمل حاجه اسمها كلير اول داتا او محو جميع البيانات. وبعد كده بنرجع نفصل الوايرلس اوتو او بنلغي الكونكشن بتاع الوايرلس اوتو ونرجع نفعله تاني علشان الجهاز يقدر يربط بطريقه سليمه. كده احنا بنعمل له حاجه زي كلير للكاش بتاعته. طبعا الكلام دوت قبل ما نربطه مع الشاشه. وبعد ما نخلص الموضوع دوت خالص بنعمل ريستارت للموبايل تاني، وبنرجع بعد كده نحاول نربطه مع الشاشه، هنلاقيه ان هو بيربط معانا بطريقه سليمه. طبعا القصه دي بنحتاج نعملها كل فتره علشان الكاش بيبتدي يتملي بداتا بتبقى عامله مشاكل مع الشاشات الاندرويد. فكل مره لما بنعمل كلير اول داتا وبنلغي الاندرويد اوتو او الوايرلس اوتو ونرجع نربطه تاني، بيرجع يشتغل كل حاجه بشكل سليم. في النهاية أحب أقول لكم إن إحنا نبقى مبسوطين أوي بتعليقاتكم، وأنتوا تقولوا لنا إيه المشاكل اللي بتقابلكم عشان نحاول نساعدكم في حلها. كان معاكم مهندس مينا محل اليوتيوب وتمرينات سايبر.